أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم. عباد الله، من نعم الله على هذه الأمة أن جعل في كل زمان ومكان رجالا يحملون راية الحق ويدفعون الباطل ويذودون عن حرمات الإسلام ويضحون في سبيل إقامة شريعة الله تعالى في الأرض. ومن هؤلاء الرجال الأبطال والقادة المجاهدين أمير المؤمنين الملا محمد عمر المجاهد رحمه الله، الذي حمل لواء الجهاد والدعوة والإصلاح، فكان بإذن الله مخلصا مجاهدا وقائدا حازما ومؤسسا لدولة إسلامية في زمان عز فيه من يقيم شرع الله في الأرض. أولا نسبه ونشأته. ولد أمير المؤمنين الملا محمد عمر المجاهد رحمه الله عام 1339 في قرية شاهمت بمديرية خاكريز التابعة لولاية قندهار، في بيت متواضع لعائلة دينية محبة للعلم والقرآن. ترعرع في أحضان العلماء، وكان والده المولوي غلام نبي من أهل التعليم والتدريس، فشب الملا محمد عمر رحمه الله على محبة الدين وعلى نور القرآن والسنة. وبعد وفاة والده انتقل إلى منطقة دهروت بولاية أورزجان، ولم يكن قد تجاوز 5 من عمره، فتولى أعمامه تربيته وتحمل مسؤولية إعالة أسرته صغيرا، فكان قوي العزيمة صبورا محتسبا. ثانيا تعليمه وطلبه للعلم. في السن 8 التحق بمدرسة دينية ابتدائية في منطقة شهر كهنة، وتلقى فيها علوم القرآن والسنة والفقه والحديث حتى أتم المرحلتين الابتدائية والثانوية، وكان معروفا بإنباهته وذكائه وحبه للعلم والعمل. وفي سن 18 بدأ دراساته العليا، لكن الأحدث السياسة حينها حالت دون إكماله. سيطير الشيوعيون على الحكم، فكان أولهم المستهدفين العلماء وطلبة العلم، فلم يجد أمامه إلا الجهاد سبيلا. ثالثا طريق الجهاد والكفاح. حين دخل الشيوعيون البلاد كان الملا محمد عمر رحمه الله شابا لم يبلغ 30، لكنه كان من أوائل من حملوا السلاح في وجههم، فترك المدرسة وذاع صيته في الولاية كلها، وبرز قائدا عسكريا ميدانيا، وقاتل الشيوعيون قتال الأبطال، وشارك في معارك عدة حتى أصيب 4 مرات وفقد عينه اليمنى، لكنه ثبت كالطود الشامخ لا ينال ولا يتراجع. ثم انتقل إلى ولاية قندهار وقاد جبهة جهادية مستقلة، ألا وهو
الحقوق وأدب والأخلاق المسلم مع نبيه صلى الله عليه وسلم. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والاقتداء وتصلي عليه من أحب الأمور إلى الله تعالى، وهي دليل الصدق والإيمان تماما. أحبتي في الله، أول حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم هو محبة صادقة له. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجردا كلمات تقال، بل هي شعور في القلب وعمل في الحياة، فهي من كمال محبة الله تعالى. فقد أمرنا الله في كتابه العزيز أن نحبه هو ورسوله، وأن نجعل حبهم فوق حب النفس والأهل والمال وكل شيء. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل تعلمون أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تدفع الإنسان لأن يكون أفضل في حياته، تجعلنا نحرص على فعل الخير وترك المعاصي والالتزام بتعليم الإسلام، لأننا نريد أن نفرح قلبنا رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ونرضى الله به. وكم من صحابة ضحوا في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أماتهم، فقدنا أبنائهم وقلوبهم مشتاقة له، يقولون: كل مصيبة بعدك يا رسول الله. الحق الثاني من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو الطاعة والامتثال لأوامره وتعليمه. فالحب الصادق لا يكتمل إلا بطاعة، فلا يكفي أن نقول نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونترك أوامره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لو أجبنا أحد حق المحبة لا بد أن نطيع كلامه ونتبع نصائحه، وهذا هو حالنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمانية بين المسلمين لها حقوق عظيمة وثمرات كريمة ذكرها الله تعالى ورسوله في الكتاب العزيز والسنة الطيبة الطاهرة، مما تجب مراعاتها على المسلمين والقيام بها. فمن تلك الحقوق حقوق الرحمة وإصلاح بين المسلمين عندما يلحقهم النزاع والخصام وعندما يصابون بالعداوة والقطيعة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. منها تعظيم بعضهم بعضا والاجتناب من تنقيص والسخرية وتحذر عن ندائهم بالأسماء والألقاب شأنة الذميمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. منها تجنب عن إساءة الظن فيما بينهم، عن تجسس من بعضهم على بعض، عن اغتياب بعضهم بعضا، في الوحدة والاجتماع عن ذكرهم بما يسوءهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. منها تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على تحصيل مصالحهم ودفع مضار عنهم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. منها تناصح فيما بينهم وتآمر بالمعروف وتناهي عن المنكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ما هي الأخلاق؟ الأخلاق الكلمات الطيبة والتصرفات الحسنة والصفات الجميلة، مثل الصدق، الأمانة، الاحترام، الرحمة، التواضع. حب خير للناس، فمن كان حسن الخلق أحبه الناس ورفعه الله مكانته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، رواه الترمذي. يعني ستكون من أعظم ما يريد الله يوم الحساب. كيف نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كان صادقا أمينا حليما صبورا، لا يغضب لنفسه، سامح من أخطأ، ويبتسم في وجه الناس. هل اقتدينا به؟ هل قلدناه في لطفه وكلامه وسماحته وصدقه؟ ما فائدة الأخلاق؟ الأخلاق تجعل المحبوبين عند الله وعند الناس، تجعل الأسرة سعيدة والمدرسة هادئة والمجتمع طيبا. نعم، كل واحد منا يواجه أحيانا مشكلات، قد تكون مشكلة مع صديق، أو مشكلة في المدرسة، أو مشكلة في البيت، أو مشكلة في النفس مثل الخوف أو الغضب. ولكن السؤال: كيف نتصرف عندما تواجهنا مشكلة؟ ما أسباب المشكلات؟ من أهم الأسباب الكذب وبالغش، الغضب وبالعصبية، قلة الاحترام، سوء الفهم، الأنانية وحب النفس، عدم الاستماع للكبار أو المعلمين. يا أحبتي، فكل هذه الأمور قد تؤدي إلى مشكلات كبيرة إذا لم ننتبه لها. يا أحبتي، كيف نحل المشكلات؟ الإسلام علمنا أن نحل مشكلاتنا بالحكمة والصبر والصدق والهدوء، وليس بالصراخ أو الضرب أو الصبر. إذا حصلت لك مشكلة فافعل الآتي: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اهدى ولا تتعجل بالكلام، اسمع الطرف الآخر وفكر بعقلك لا بغضبك، اطلب المساعدة من الكبار، الأب، الأم، المعلم. يا إخوتي، هل تعرفون من هو أحسن الناس؟ هو من إذا غضب تمالك نفسه، وإذا وجد مشكلة بحث عن الحل لا عن الانتقام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. فالقرآن كلام الله نزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون، قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآية. فضائل القرآن. أيها المؤمنون، إن القرآن فضائل كثيرة نذكر منها أنه كلام الله فليس كلام البشر. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أنها سبب للنجاة والسعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، من قرأه أعطي فله أعطي أجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرف من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال رسول الله صلى الله
وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. يا أيها الحاذرون، هذا ليس من البدع والعجب، بل هو من الحقائق الناشعة أن الصلاة كانت مشروعة في الشريعة لكل نبي من أدم إلى محمد العربي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مختلفة في الصورة والهيئة. لذلك بذل اتباع تلك الشريعة محاولاتهم نحو الصلاة، ولكن شاع فيهم أيضا أولئك الذين نبذوها وراءهم ظهريا وأضاعوها، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوها وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ في الشريعة المحمدية، سواء كان ذكرا أو أنثى، مسافرا كان أو مقيما، عبدا كان أم حرا، وهي المميزة بين المسلم والكافر، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. من أجل ذلك أجمع بعض من الفقهاء والعلماء. ما الصبر؟ الصبر التحمل على مقاطع ثلاثة: الأول الصبر على الطاعة، والثاني الصبر من المعصية، والثالث الصبر على المصيبة. ما الصبر على الطاعة؟ الصبر على الطاعة هو أن نصبر على ما أمرنا الله تبارك وتعالى وما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. والثاني الصبر من المعصية، هو أن نحمى أنفسنا من المعصيات، إما كبيرة وإما صغيرة. والثالث الصبر على المصيبة. الصبر على المصيبة هو في مواضع مختلفة، إما بالموت، وإما أن نحن نفقد فلوسنا وأيضا أموالنا في طريق الله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.